تخيل لو قلتلك إن الهرم الأكبر ما كانش مجرد حجارة بتترص فوق بعض، لأ، ده كان كائن حي بيتنفس وبيكبر. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب صحراء الجيزة، آلاف العمال كانوا شغالين ليل نهار في أعظم مشروع في التاريخ. كانوا بيسحبوا الحجارة الضخمة وفاكرين إنهم بيبنوا مجرد مقبرة للملك، لكن مع كل حجر جديد بيتحط كانوا بيسمعوا صوت غريب زي همس طالع من قلب الهرم نفسه. في البداية تجاهلوا الأصوات دي وقالوا يمكن دي أصوات الريح في الصحراء، لكن الموضوع بدأ يزيد. الأرض تحت رجليهم كانت بتتهز هزة خفيفة مع كل كتلة حجرية بتستقر في مكانها. العمال حسوا إن في نبض عميق وبطيء جاي من الأعماق، كأنه قلب ضخم بينبض تحت الحجارة. واحد من المهندسين الشجعان قرر يدخل جوه الممرات الضيقة اللي لسه بتتبني عشان يعرف مصدر الصوت، وفجأة حس بحاجة غريبة. الهواء جوه الهرم كان دافي ورطب كأنه بيتنفس. شاف بعينه الجدران وهي بتتحرك حركة بسيطة جدا، كأنها ضلوع عملاق بتتمدد مع كل نفس. النقوش اللي حفروها ما كانتش مجرد رسومات، دي كانت زي شرايين بتنقل طاقة غامضة في جسم الهرم. العمال اكتشفوا الحقيقة الصادمة، هم مش بيبنوا مبنى، هم بيغذوا كائن أسطوري قديم. الكائن ده كان بيتغذى على قوة الشمس وطاقة العمال وتعظيمهم للحكام الإلهيين. الكهنة الكبار كانوا عارفين السر الخطير ده من البداية، هم اللي اختاروا المكان ده بالذات لأنه نقطة طاقة قوية على الأرض. كانوا بيقدموا طقوس سرية مش عشان يباركوا البناء، لكن عشان يسيطروا على الكائن ده ويوجهوا قوته. الهرم ما كانش مقبرة، ده كان سلاح حي، درع لمصر ومصدر قوة للحاكم الإلهي. العمال اللي كانوا خايفين في الأول حسوا بالفخر لما فهموا إنهم جزء من عظمة حقيقية. هم مش مجرد بنائين، دول كانوا بيربوا حارس مصر الأبدي. الهرم الحي كان بيكبر معاهم، وكل حجر كانوا بيضيفوه كان بيزود قوته وعظمته. كانوا شايفين بعينيهم إزاي الحجارة بتلتحم مع بعضها كأنها خلايا حية في جسم واحد. السر ده فضل مدفون آلاف السنين، سر الهرم اللي بينبض بالحياة. الناس بتشوفه النهاردة على إنه مجرد أعجوبة معمارية، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. الحقيقة إن تحت الحجارة الصامتة دي لسه في قلب عملاق نايم مستني اللحظة اللي هيصحى فيها تاني. وهنا خلصت حكايتنا، هشوفكم تاني إن شاء الله.